لا تعتاد المشهد. الأخ العبقري اللي اخترع هذه الجملة وصدرها لنا ومشي. يعني إيه لا تعتدل؟ يعني هيحصل إيه لو تهفت في عقلي وقررت أعتاد المشهد؟ يقول لك لا، أصل ده لو حصل هتبطل تهتم وتدعم القضية. يا سلام، أنا أهبل بقى؟ يعني أنت بتعاملني على إني طفل كمان. وبعدين إزاي أصلا لا تعتاد المشهد؟ يعني دي أعملها إزاي؟ يعني في زرار أنا بدوس عليه فبعتاد المشهد أو لا؟ ما كلنا اعتدنا المشهد أو بإيدينا. هل مثلا الدكتور لما بيجي يشوف الدم بيخاف؟ ولا ممكن ده يكون كان بيحصل زمان وعلشان هو اعتاد المشهد فده ما بقاش يحصل؟ ممكن تبقى دي نظرية انك مش هتقدر تتكلم ولا تدعم ولا تبقى عندك دور فعال ولا تشير الا لما تعتاد المشهد علشان تبقى قادر تمارس الموضوع بشكل طبيعي. الناس فاهمه الموضوع غلط لدرجة ان بدأوا بقى يعلوا على بعض. يقول لك ايه، انا بقيت بشوف المشهد كل مرة كأنه اول مرة، قلبي بينتفض. طب قول لي الطريقة، يعني دي بتعملها ازاي؟ وبعد حضرتك كده قلبك بينتفض 15 مرة كل يوم، يعني انت في خلال اسبوع هتتوفى. طب احنا استفدنا ايه؟